السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي نبني عادات افضل في 4 خطوات؟ لو اول مرة تشوفنا، معاكم نجلاء عبد الغني، وهنا بنقرا كتاب ونشرحه لك بشكل كامل. فلو ما بتحبش القراية او ما عندكش وقت تقرا وعايز تستفيد بمحتوى الكتب، تابعنا. كلمونا الكلام بتاعنا، الكلام السهل السلس الشعبي ده، كلمونا بالهجاير. عالم اسمه ادوارد ثورندايك كان مهتم جدا بدراسة سلوك الحيوانات. جاب مجموعة من القطط وعمل عليهم تجربة. حط كل قطة جوه صندوق، وكان الصندوق مصمم بحيث ان القطة لما تضغط على زرار معين يتفتح الصندوق، ولما القطة تخرج من الصندوق تلاقي طبق اكل محطوط قدامها فتاكل. اغلب القطط كان بمجرد دخولها جوه الصندوق كانت بتحاول الهرب، فتفضل تخبط يمين وشمال وتتحرك جوه الصندوق بحيث ان هي تحاول ان هي تخرج، لحد ما تضغط بالصدفة على الزرار اللي بيفتح الباب فتخرج تلاقي طبق الاكل تاكل. ومع تكرار التجربة دي اتعلمت القطط الربط بين الضغط على الزرار ده وفتح الباب والخروج من الصندوق والحصول على المكافأة اللي هي طبق الأكل. ومع تكرار التجربة من 20 ل 30 مرة اتحولت المحاولات دي لسلوك بيحصل بشكل اوتوماتيك. بمجرد دخول القطة الصندوق بتروح على طول على الزرار، تضغط عليه يفتح الباب، تخرج تاخد طبق الأكل وتاكل. محاولات القطط للخروج من الصندوق كانت بتاخد حوالي دقيقتين، ومع تكرار التجربة وقت خروج القطة من الصندوق بدأ يقل من دقيقتين لدقيقة ونص، دقيقة، 30 ثانية، 20 ثانية، 10 ثواني. وبدل المحاولة وتكرار الأخطاء بدأت القطط توصل للحل مباشرة، اللي هو الضغط على الزرار داخل الصندوق، يفتح الباب، تطلع تاخد طبق الأكل. ومن هنا طلع ثورندايك بنتيجة التجربة إن السلوك اللي بنعمله ونتيجته بتكون مرضية بالنسبة لنا بنميل إن احنا نكرره مرة تانية، والعكس إذا كان السلوك نتيجته غير مرضية بالنسبة لنا فبالتالي احنا بنميل لعدم تكراره. ودي الطريقة اللي بتبنى بيها العادات. لما بتواجه مشكلة بيبدأ المخ يدور لها على حل، ويحاول ويجرب حلول تنجح أو تفشل في حل المشكلة لحد ما توصل للحل المناسب ليك واللي نتيجته بتكون مرضية. ساعتها ومع تكرار المشكلة بيبدأ المخ يعتمدها كعادة. يعني لو مرة رجعت البيت وانت متضايق فجربت انك تقعد تلعب على البلاي ستيشن عشان تحاول تهدى، وفعلا هديت واندمجت مع البلاي ستيشن. بعد ما خلصت لعب حسيت ان التوتر بدأ يرجع لك تاني. مرة تانية اتكررت المشكلة، رجعت البيت متضايق فقررت انك تجرب تخرج مع اصحابك يمكن تفك شوية. مرة تالتة اتكررت المشكلة فقررت المرة دي انك تجرب تروح الجيم تخرج طاقتك في الرياضة. بعد ما جربت كل الحلول دي لقيت ان الحل الانسب بالنسبة لك واللي كانت نتيجته مرضية اكتر انك رحت الجيم ولعبت رياضة. فبالتالي بعد كده كل ما هتتضايق هتلاقي نفسك ميال انك انت تروح الجيم. وبعد ما جربت كل الحلول دي اكتر حل ريحك وهديك هو ده الحل اللي مخك هيعتمده كعادة. لو لقيت اكتر عادة ريحتك انك انت رحت الجيم ولعبت رياضة، وبالتالي كل مرة بعد كده هتتضايق هتلاقي نفسك بتلبس اوتوماتيك ورايح على الجيم، لان ده اكتر سلوك كانت نتيجته مرضية بالنسبة لك. طب ليه المخ بيعتمد العادات؟ العقل الواعي بيقدر يركز انتباهه مع مشكلة واحدة فقط كل مرة، ما يقدرش يركز في مشكلتين في نفس الوقت. عملية التركيز ديت بتستهلك طاقة المخ وبترهقه جدا. عشان كده العقل الواعي بيوفر تركيزه وانتباهه للمشكلات المهمة، وبيفوض للعقل اللاواعي المهام اللي بتتكرر بشكل دوري عشان يؤديها بشكل اوتوماتيك من غير ما يعدي اصلا على العقل الواعي. تكوين العادات لاساسيات الحياة بيشيل من على المخ عبء التفكير المستمر في حاجات بتتكرر تقريبا بشكل يومي. من الاخر كده مخك بيسلت ايده من الحاجات ديت بحيث ان هو يوفر لك مساحة اكبر للتفكير في مهام ومشكلات جديدة محتاجة طاقته وتركيزه. فكأنك بالظبط بتظبط سيستم مخك على اعدادات معينة وبتسيبه بعد كده هو يتصرف. اما العقل الواعي فبنستخدمه في المهام والمشكلات اللي محتاجة مننا وعي وادراك. وعملية بناء العادات بتمر ب4 خطوات او 4 مراحل، هما الاشارة، الدافع، الاستجابة، المكافأة. الإشارة دي هي اللي بتدي تنبيه للمخ عشان يبدأ السلوك المرتبط بالعادة، ومن غير الإشارة مش هتبدأ العادة. زي بالظبط لما تسمع رنة تليفونك، دي إشارة لبدء عادة، فبتولد عندك الدافع وهو فضولك إنك تشوف محتوى الرسائل. والدافع أو الحافز هو السبب ورا السلوك اللي أنت بتقوم بيه. فالدافع ده هيولد عندك الاستجابة، وهي السلوك اللي هتقوم بيه، وهو إنك أنت تقوم تمسك التليفون وتتفحص الرسائل، ودي مرحلة الاستجابة. وننتهي بالمرحلة الرابعة من تكوين العادة وهي المكافأة، واللي لولاها ما كناش هنكرر نفس السلوك مرة تانية. والمكافأة هنا هي إرضاء نفسك وفضولك بإنك تعرف محتوى الرسائل، لأن المكافأة أساسا بتكون هي السبب ورا كل عادة بنقوم بيها. نفس المراحل ال4 بنمر بيهم في جزء من الثانية مع كل عادة بنقوم بيها مع أبسط العادات. زي لو دخلت أوضة ضلمة، إشارة، مش شايف، عايز أشوف.
ده الدافع. مديت ايدك وضغطت على مفتاح الكهرباء، دي استجابة. النور اشتغل وبقيت شايف، دي المكافأة. والمراحل الأربعة لتكوين العادات هما الأساس اللي بنستخدمه دايما، إما للتخلص من عادة قديمة أو لبناء عادة جديدة. فعشان تكون عادة جديدة لازم أولا الإشارة تكون واضحة، الدافع يكون جذاب، الاستجابة تكون سهلة، والمكافأة تكون مشبعة ومرضية لنفسك. وعشان تتخلص من عادة سيئة اعكس الصورة، يعني نخلي الإشارة مخفية، والدافع ما يكونش جذاب، والاستجابة خليها صعبة، والمكافأة ما تبقاش مشبعة أو مرضية بالنسبة لي. فعشان أكون عادات جيدة لازم تكون واحد الإشارة واضحة، بمعنى انك لو عايز تكتسب عادة شرب المية حط المية قدامك في كل مكان، وجود المية قدامك ده إشارة انك تبدأ العادة. والدافع نخليه جذاب، فكر دايما في شرب المية، ايه الفوائد اللي هتعود عليك. شرب المية كتير هيخلص جسمك من السموم، هيخلي بشرتك صافية، هتنزل وزنك، هتحسن شعرك. والخطوة التانية اني اخلي الدافع جذاب، افتكر فوائد شرب المية، صحتي هتتحسن، وزني هينزل، شعري وبشرتي هيكونوا افضل، جسمي هيتخلص من السموم. كل دي دوافع جذابة تخليني ابدأ في السلوك. اخلي الاستجابة سهلة، مش كل مرة هحب ان انا اشرب فيها لازم اقوم افتح التلاجة واجيب ازازة المية. لو ازازة المية جنبي في كل مكان، او لو حطيت ازازة المية في الاماكن اللي انا بقعد فيها، بالتالي هتكون الاستجابة سهلة جدا عليا. انا في كل مكان هروح اشوف المية هاخدها واشرب على طول من غير ما اضطر ان انا اقوم وابذل مجهود. والمكافأة بتكون مشبعة، لما اشرب مية اكيد لو عطشان فده لوحده اشباع. لما اكرر التجربة ومع الاستمرار عليها هلاقي نتيجة في صحتي وبشرتي وفي وزني. كل دي فوائد هتعمل اشباع بالنسبة لي. على الجانب الاخر لو عايز تتخلص من اي عادة سيئة يبقى لازم نعكس الصورة، نخلي الاشارة مخفية. يعني لو عايز تتخلص من عادة مسك التليفون باستمرار والتصفح على السوشيال ميديا، اعمل التليفون بتاعك سايلنت، فبالتالي الاشارة بقت مخفية، مش هتسمع رنة التليفون اساسا عشان كل شوية تقوم تبص على الاشعارات. او ما تحطش التليفون جنبك اساسا وانت قاعد علشان تكسل انك تقوم تجيبه. وخلي الدافع مش جذاب، دايما فكر في اضرار مسكة التليفون، وقتك اللي بيضيع من غير اي فايدة تستاهل. ما تخليش التليفون في المكان اللي انت قاعد فيه، هتكسل تقوم تجيبه. او امسح التطبيقات اللي انت دايما اول ما بتدخل على التليفون بتبدأ تدخل عليها، امسحها ولما تحتاجها تاني نزلها. العملية دي هتصعب عليك الموضوع. والمكافأة خليها غير مرضية. اما تمسك التليفون وتقعد وتحس ان وقتك اتسرق منك من غير ما تعمل اي حاجة مفيدة، ده هيخلي المكافأة بالنسبة لك غير مرضية، وبالتالي هتمتنع عن السلوك ده. وبالتالي مع كل مرة بتحس ان الموضوع صعب عليك وفي الاخر النتيجة بتكون غير مرضية، ده هيخليك تمتنع عن العادة او السلوك اللي انت بتقوم بيه. اخصائي نفسي بيحكي ان في سيدة كانت في تجمع عائلي، والسيدة دي كانت اساسا بتشتغل مسعفة. اول ما وصلت وبصت في وش حماها حست ان هو مش بخير. قالت له مالك، حالك مش عاجبني. رد عليها هو كمان بهزار، قال لها ولا انت كمان حالك عاجبني. لكن بعيد عن الهزار هي اصرت ان هو فعلا مش بخير وان هو لازم يروح المستشفى من غير ما تبدي اي سبب واضح. وفعلا بعد كام ساعه حماها دخل المستشفى وعمل عمليه تسليك في شريان رئيسي للقلب، وكان على وشك الاصابه بازمه قلبيه. ايه اللي شافته زوجة الابن خلاها تتنبأ باللي هيحصل لحماها؟ هي ما شافتش حاجه بعينيها، ما قدرتش تديهم تفسير، لكن اللي شاف هو عقلها. لما بيحصل انسداد في الشرايين فالجسم بيركز على ارسال الدم للاعضاء الحيويه بعيد عن الاماكن السطحيه القريبه من الجسم، وعشان كده توزيع الدم في الوش بيتغير عن المعتاد. ومش كل الناس تقدر تلاحظ ده، خصوصا في ظروف عاديه. الراجل كان قاعد كويس جدا في تجمع عائلي، ما اشتكاش من اي حاجه، لكن هي وبحكم شغلها كمسعفه لسنوات طويله قدرت تميز الحاله دي بعقلها اللاواعي. اللي شافته في وش حماها شافته في حالات كتير قبلتها، وعقلها اللاواعي قدر يخزن نمط للحاله دي. هي ما كانتش قادره تفسر ايه اللي شافته في وش حماها، لكنها ادركت ان هو مش بخير وان في حاجه غلط. وزيها ناس كتير بحكم شغلهم وتكرار تجاربهم عقلهم اللاواعي بيخزن انماط معينه بيسترجعوها بعد كده في مواقف مشابهه من غير ما يقدروا يفسروها. زي امناء المتاحف اللي بيكون عندهم القدره ان هم يميزوا القطعه الاصليه من القطعه المزيفه رغم احترافيتها الشديده من غير ما يقدر يديلك فرق معين او دليل. لكن العقل البشري بيقدر يلاحظ الصور والتغير ويقدر ياخد المعلومات اللي بيتعرض لها بشكل متكرر ويربطها ببعض ويصنفها عشان يقدر يستخدم المعلومات دي بعد كده في مواقف مشابهة بتتكرر معاه ويتعامل معاها بشكل لاواعي ومن غير تفكير. وده اللي بنسميه الخبرة، انك تقدر تميز حاجة من غير ما تكون قادر على تفسيرها. العقل اللاواعي ده يا جماعة بجد رهيب، بجد قدراته خارقة، سبحان الخالق المبدع. ودي فكرة عمل العادات، هي إشارة والعادة تبدأ اوتوماتيك من غير أي وعي منك. وده كمان بيفسر اللازمات في كلامنا أو في حركاتنا. كل واحد فينا بيكون له كلمة بتتكرر في مواقف معينة ممكن هو ما ينتبهش ليها،
لكنها بتكون ملحوظه من اللي حواليه. وعشان كده عشان نقدر نغير سلوك او عاده لازم نكون على وعي بالسلوك ده، لان السلوك او العاده طول ما هو بيخرج من اللاوعي مش هنقدر نتحكم فيه. عشان كده لازم نخرجه من العقل اللاواعي للعقل الواعي عن طريق استراتيجيه اسمها الاشاره والنداء. الاشاره دي استخدموها في محطات القطار في اليابان. كان السواق بينده بصوت عالي ويقول على كل حاجه هو بيعملها، يعني طول ما هو سايق القطر لو قدامه اشاره بينده بصوت عالي ويقول الاشاره دلوقتي خضراء، القطر دلوقتي سرعته كذا وهنتحرك في الاتجاه كذا وهنهدي السرعه لكذا. واول ما يوصل لمحطه ينده بصوت عالي يقول احنا حاليا في المحطه الفلانيه. وعلى رصيف القطر بيكون برضو فيه موظفين بيشتغلوا بنفس الاستراتيجيه، يعني بعد ما يأمن القطر والرصيف لازم ينده ويقول كله تمام، اجراءات السلامه كلها تمام، فالقطر يمشي. غير كده لا. حتى لو الموضوع يبان سخيف لكنه قلل الاخطاء بنسبه 85% على الاقل، ومنع الحوادث بنسبه 30%، لان الاسلوب ده بيرفع من مستوى الوعي والادراك للحاجات اللي بتعملها بشكل لا واعي، لانك بقيت تستخدم عينك ولسانك وايدك ودانك، كل الحواس بتشتغل، فبالتالي ده بيعلي جدا من ادراك المخ وبيخليك منتبه اكتر لاي مشكله او لاي خطأ بيحصل. اسلوب الاشاره والنداء ممكن احنا كمان نستخدمه في حياتنا اليوميه علشان نعزز العادات الجيده او نتخلص من العادات السيئه، باننا نعمل قائمه بالعادات اللي بنعملها كل يوم ونحدد اشاره بدء العاده، وتحدد كل عاده من وجهه نظرك وبناء على اهدافك اللي انت محددها لنفسك، اذا كانت العاده دي عاده مفيده ولا عاده غير مفيده. يعني مثلا اصحى من النوم دي اشاره، اغسل سناني دي عاده جيده يبقى احط قدامها علامه صح، سمعت صوت الاذان دي اشاره بقوم اصلي عاده جيده. وعلى الجانب الاخر اصحى من النوم دي اشاره، مسكت الموبايل عاده بس غير مفيده، اكلت دي اشاره بقوم اشرب بعديها سيجاره عاده بس غير مفيده. مفيده او غير مفيده دي بتختلف من شخص للتاني، يعني لو انا متعوده بعد ما اصحى من النوم وافطر اشرب قهوه دي عاده عاديه، لكن لو انا الدكتور اساسا مانعني من شرب القهوه بقت عاده مضره ولازم ابطلها. وعمليه تسجيل العادات ديت بينقلها من العقل اللاواعي للعقل الواعي، ويخليك تحط العادات دي قدامك وتفكر فيها اذا كانت مفيده فعايز تستمر عليها او اذا كانت مضره وعايز تبطلها وتبني بدل منها عادات جديده. ازاي بقى نبني عادات جديده؟ سنة 2001 بدأ باحثين في بريطانيا العمل مع 248 شخص لبناء عادات جديدة، وهي التدريب البدني لمدة أسبوعين. المجموعة الأولى طلبوا منهم إن هم يسجلوا عدد المرات اللي هيتدربوا فيها خلال الأسبوعين فقط. المجموعة الثانية طلبوا منهم برضو تسجيل عدد مرات التدريب، لكن ادوهم زي محاضرة تحفيزية بفائدة التدريب البدني وإزاي بيقلل من خطر الإصابة بالقلب وبيحسن كمان من صحة القلب. المجموعة الثالثة طلبوا منهم يسجلوا عدد مرات التمرين، وادوهم نفس المحاضرة التحفيزية اللي ادوها للمجموعة الثانية بالظبط، بالإضافة إن هم طلبوا منهم إن هم يحطوا خطة توضح اليوم والساعة والمكان اللي هيتدربوا فيه. المجموعة الأولى والثانية نسبة الإقبال على التمرين كان بنسبة من 35 ل 38%، ولو هتسأل على المحاضرة التحفيزية اللي ادوها للمجموعة الثانية فللأسف ما كانش ليها أي تأثير. أما المجموعة الثالثة فكان الإقبال على التمرين بنسبة 91% من أفراد المجموعة. إيه بقى اللي فرق مع المجموعة الثالثة؟ اللي فرق معاهم إن هم حطوا خطة للتنفيذ، ما سابوش الموضوع عين كده، زي الطالب اللي فجأة بيكتشف إن امتحانه قرب فيقرر بقى إن هو لا لازم ألم نفسي وألم المنهج، مفيش وقت، من بكرة إن شاء الله هبدأ المذاكرة. يجي بكرة ما ذاكرش، لا معلش أصل النهاردة كان اليوم مليان جدا وما قدرتش إن أنا أبدأ، إن شاء الله هبدأ من بكرة. طب تمام، بكرة جه، لا اصل انا كنت تعبان امبارح ونمت متاخر وقمت النهارده كسلان ومزاجي كمان كده مش رايق ومش مظبوط، بكره ان شاء الله حق. وبكره يجيب بكره ما ذاكرش ولا هيذاكر، لان ما حطيتش خطه توضح فيها نيه التنفيذ، اليوم والساعه والمكان. لازم اقول لنفسي بكره هصحى الساعه 8 الصبح، هبدا مذاكره لمده ساعتين على مكتبي، بعدها هفطر وانزل اروح تمرين وارجع اتغدى واقعد ساعتين كمان اذاكر في اوضتي على مكتبي. كده انا حددت الوقت والمده والمكان. لان الاشخاص اللي بيحطوا خطه واضحه للتنفيذ ده بيساعدهم اكتر على بناء عادات جديده عن الاشخاص اللي هم بيسيبوا الموضوع للصدفه. ولو مش عارف تبدا امتى ممكن تخلي الموضوع في بدايات معينه زي بدايه السنه او بدايه شهر او بدايه اسبوع، لان في البدايات دي دايما بيكون عندنا امل للتغيير، وده في حد ذاته بيكون حافز ودافع لبدايات جديده. او استخدم استراتيجيه تكديس العادات، ودي واحدة من أفضل الأساليب اللي ممكن تتبعها لبناء عادة جديدة، والمقصود بيها إني أربط عادة جديدة بعادة قديمة بعملها بالفعل، وده سلوك بشري بنعمله أساسا من غير ما نقصد. يعني لو اشتريت قميص جديد هتلاقي نفسك بالتبعية القميص الجديد محتاج بنطلون جديد،
فهتشتري بنطلون جديد، هيبقى قميص جديد وبنطلون جديد وجزمه قديمه، لا يبقى اشتري كمان جزمه قديمه لا يبقى اشتري كمان جزمه جديده. تمام، اشترينا الجزمه الجديده، طقم بقى جديد جامد قوي، فما ينفعش ان انا البسه وانا شكلي مبهدل، انا لازم اروح للحلاق الاول اظبط نفسي وبعدين البس الطقم الجديد، مش هلبسه وانا كده. فسلوك تبع سلوك تبع سلوك تالت. لو عندك ركن فاضي في البيت قررت انك تشتري كنبه وتحطيها فيه، بعد ما جبتي الكنبه وحطيتيها لا السجاده شكلها مش لطيف مع الكنبه، اغيرها واجيب سجاده جديد. حطينا السجاده، لا بس لسه في حاجه ناقصه، الحيطه اللي ورا الكنبه دي محتاجه برواز حلو كده وشيك يتحط وراه، حطيت البرواز، لا لسه في لمسه، الكنبه بقى محتاجه كام خداديه حلوه كده يعملوا ديكوريشن لطيف كده، وهكذا سلوك بيجيب سلوك. فغالبا الحاجه اللي بقرر ان انا هعملها كخطوه تانية بتكون بناء على حاجه انا عملتها بالفعل دلوقتي. يعني صحيت من النوم، السلوك اللي بعده اني هدخل الحمام، دخلت الحمام يبقى بالتبعيه هغسل ايدي ووشي واتوضى. السلوك اللي بعده البس واصلي، وهكذا اليوم كله عباره عن سلسله مرتبطه من العادات. واقدر ان انا استغل تسلسل السلوكيات ده لصالحي في بناء عاده جديده، باني اربط العاده الجديده اللي عايز اكونها بعاده قديمه انا كنت بعملها بالفعل. عايز التزم بورد القران كل يوم، يبقى اربطه بمواعيد الصلاه. انا بصلي في اليوم 5 صلوات، لو عايز اقرا جزء كل يوم الجزء بيبقى حوالي 20 صفحه، لو اخدت بعد كل صلاه 4 صفحات قريتهم هاجي اخر اليوم هكون قريت جزء كامل. اقدر استغل تسلسل السلوكيات دي بربط عاده جديده عايز اعملها بعاده قديمه بعملها بالفعل، واخلي العاده القديمه اشاره للعاده الجديده. اول ما اعمل العاده القديمه ابدا مباشره بعدها في العاده الجديده. زي ان عايز التزم بورد القران يبقى اربطه بمواعيد الصلاه، بصلي في اليوم 5 صلوات، لو اخدت بعد كل صلاه 4 صفحات من المصحف اخر اليوم بعد 5 صلوات اكون قريت جزء كامل. بعد الغداء مباشره هقوم اغسل اطباق، العاده الاساسيه اللي انا بعملها بالفعل وهي الغداء، انا بتغدى كل يوم، فبعد الغداء عايز اكتسب عاده جديده اللي هي اني اقوم اغسل الطبق اللي انا باكل فيه مباشره. وانا بشرب قهوتي الصبح هتامل لمده دقيقه. العاده الاساسيه ان انا بشرب قهوتي كل يوم الصبح، العاده الجديده اللي ربطتها بالعاده القديمه هي اني اقعد اتامل لمده دقيقه. وانا شخصيا بعمل حاجه زي كده، انا بعتبر الوقت اللي بشرب فيه القهوه ده الوقت الخاص بيا اللي انا بحب استمتع فيه واشربها كده في روقان. فوانا بجهز القهوه بتاعتي ببقى بحاول اتخلص من اي مشتتات ممكن تحصل، اي طلبات، اي حاجات، بحيث ان انا وانا قاعده بشرب القهوه يكون ده الوقت الممتع بالنسبه لي بعيد عن الطلبات والمشتتات ويا ماما وهاتي وودي وجيبي والكلام ده كله. ممكن استخدم نفس الاستراتيجيه في اني احط خطط اطور بيها سلوكياتي ومهاراتي، زي ان اكتسب مهارات اجتماعيه. في اي تجمع هكون فيه، حفله مثلا، عزومه، رحله، هقدم نفسي لشخص واتعرف عليه. او لو انا مثلا بنسى كتير، فقبل ما اقوم من اي مكان لازم اتاكد ان كل حاجتي موجوده معايا تمام واني ما نسيتش اي حاجه. لما ابدا في تجهيز الغداء اول حاجه هعملها هو طبق السلطه، عشان انا عايزه اكل اكل صحي. المهم ان انا وانا بربط عاده قديمه بعاده جديده اختار العادات المناسبه لبعضها. يعني ما ينفعش اربط عاده انا المفروض ان انا عايز اعملها كل يوم بعاده بعملها يوم واحد في الاسبوع، مش هتظبط. عايز امارس عاده التامل فاربطها بوقت الفطار، وانا عارفه ان وقت الفطار ده بيكون وقت الولاد لسه صاحيين من النوم والبيت دوشه وكله طلبات، فبالتالي اكيد العوامل الموجوده مش هتساعدني خالص على التامل، فما ينفعش اربط العاده دي بالعاده دي. عشان كده لازم اعمل جدول بالعادات اللي انا بمارسها بالفعل كل يوم والعادات الجديده اللي انا عايز اكتسبها، واوفقهم مع بعض، اشوف ايه مناسب لايه واعمله امتى. وسواء حطيت خطه لنيه التنفيذ وحددت اليوم والوقت والمكان، او اتبعت استراتيجيه تجديس العادات وربطت عاده قديمه بعاده جديده، فالاتنين بيندرجوا تحت قانون اجعلها واضحه الخاص باشاره بدء العاده. ومن اولويات وضوح الاشاره لبدء عاده جديده واللي مش لازم نتجاهلها ابدا هي البيئه اللي احنا موجودين فيها. آن سورندايك كانت اخصائيه رعايه صحيه في احد المستشفيات في بوسطن. كانت عايزه تحسن عادات الاكل لالاف من العاملين في المستشفى واللي بيزوروها يوميا من غير ما تقدم لهم اي تحفيز، حتى ما حاولتش ابدا ان هي تتكلم معاهم بخصوص عادات الاكل، ولا حتى تحط لوحات ارشاديه مثلا توجههم فيها لعادات الاكل الصحي وفوائده والكلام ده كله. لا، كل اللي عملته انها غيرت الشكل المعماري لكافيتيريا المستشفى وبدات بالمشروبات. كان في الاول الثلاجات موجوده بجانب الكاشير وكلها مليانه ازايز مياه غازيه. بداوا ان هم يضيفوا للثلاجات دي ازايز ميه، وبداوا يضيفوا على كل ترابيزه في الكافيتيريا سله فيها ازايز ميه، فالميه بقت متاحه في كل مكان في الكافيتيريا.
وفي خلال 3 شهور انخفضت مبيعات المياه الغازيه بنسبه 11.4%، وارتفعت مبيعات الميه بنسبه 25.8%. بعدها بداوا ينفذوا نفس الفكره على الاكل اللي بيتقدم للعاملين في الكافيتيريا من غير ما يتكلموا مع الناس او يقدموا لهم اي تحفيز او حتى يعرفوهم بالتغيير اللي بيحصل. فمعنى كده ان اختياراتنا مش دايما بتكون بناء على اهداف ودوافع وكده، لكن لان هو الخيار المتاح قدامك. يعني لو فتحت الثلاجه ولقيت طبق فاكهه فالطبيعي انك هتمد ايدك وتاخد منها، لكن لو فتحت الثلاجه ولقيت طبق حلويات فالطبيعي برضو انك هتمد ايدك وانت جعان وتاكل منها من غير ما تفكر اذا كانت الفاكهه هي الخيار الصحي او ان الحلويات هي الخيار الغير صحي. فغالبا البيئه اللي حوالينا هي اللي بتحدد سلوكنا. يعني لو دخلت مكتبه هتلاقي نفسك طبيعي بتتكلم بالهمس، لكن لو انت موجود في مكان كله دوشه وزحمه هتلاقي نفسك غصب عنك بتتكلم بصوت عالي. فالبيئه والمكان اللي انت فيه هو اللي فرض عليك سلوك معين تقوم بيه. ودي الاستراتيجيه اللي بيستغلوها علشان يزودوا نسبه المبيعات في السوبر ماركت او في المولات او في الاماكن التجاريه، زي ان هم يرصوا المنتجات اللي سعرها غالي في الرفوف الاماميه بحيث انها تبقى قصاد عينك على، بينما المنتجات الارخص بيحطوها في الرفوف اللي تحت عشان يصعبوا عليك الوصول ليها. لان اكتر حاسه بنستخدمها للتعرف على الاشياء هي حاسه البصر، وعشان كده الاشارات البصريه بتكون اكبر محفز لسلوكنا. عشان كده الاعلانات دايما بتعتمد على الهويه البصريه. المنتج اللي انت بتشوفه في كل حته، تفتح التلفزيون تلاقيه، تنزل الشارع تلاقيه محطوط على اليوفط، وانت ماشي تلاقيه مطبوع على التيشيرتات، وبالتالي اول ما تدخل سوبر ماركت او محل ده هيكون الخيار الاول قدامك، لان عينك متعوده عليه بصرف النظر عن جودته او حتى بصرف النظر عن احتياجك انت، لان الاشاره الخاصه بيه كانت هي اللي بارزه وواضحه بالنسبه لك. عشان كده هو ده السلوك اللي كان قابل للتنفيذ. فانت تقدر تحدد سلوكياتك وعاداتك بناء على البيئه اللي حواليك، لكن انت تقدر تصمم بيئتك الخاصه. يعني لو عايز تبني عاده شرب الميه، حط الميه قدامك في كل حته، خليها معاك باستمرار. لو عايز اقرا القران، احط المصحف في كل مكان انا بتواجد فيه، احط مصحف جنب السرير، احطه على ترابيزه الصالون، احط مصحف في العربيه، احطه على مكتبي في الشغل. بالتالي الاشارات المتكرره دي هتدي فرصه اكبر للسلوك ان هو يتكرر. لو تجاهلت الاشاره مره، مع التكرار مش هتقدر تتجاهلها تاني. عايز ابدل اكل الحلويات بالفاكهه، يبقى حط الفاكهه قدامك في كل حته. حط الفاكهه في طبق قدامك في المطبخ، حط طبق في الثلاجه في الرف الامامي، بحيث ان انت اول ما تفتح الثلاجه تلاقي قدامك على طول طبق الفاكهه. ما تخبيهاش في الدرج اللي تحت وتفضل تدور عليها، انت كده صعبتها على نفسك. خليها قدام عينيك. كمان بناء العاده مرتبط جدا بالمكان اللي بتمارس فيه العاده، لان ذهنيا العاده بترتبط دايما بالمكان. يعني لو بتذاكر اربط دايما المذاكره بقعدتك على المكتب، لكن مش مره على السرير ومره على المكتب، مره هذاكر في الصالون، كده انت اتشتت. لكن لو ركزت انك انت دايما بتذاكر قاعد على المكتب هتلاقي تركيزك زاد جدا في المذاكره. لو هاكل يبقى في مكان محدد للاكل، على ترابيزه السفره او على ترابيزه مخصوص للاكل. لكن ان انا اكل مره على السرير، مره على ترابيزه السفره، مره وانا قاعد على مكتبي، ما ينفعش. لازم تربط العاده بالمكان. اول ما تقعد على المكتب تركيزك هيزيد لوحده، لان عاده المذاكره ارتبطت بالمكان اللي هو قعده المكتب. اول ما هتقعد على ترابيزه السفره شهيتك هتتفتح، لان عاده الاكل ارتبطت بالمكان اللي هو ترابيزه السفره. فربط العاده بالمكان هيسهل عليك جدا ممارسه العاده. فالبيئه اللي موجوده حوالينا ليها التاثير الاكبر على بناء عاده جديده او التخلص من عاده قديمه. فالعاده اللي عايزين نستمر عليها لازم نخليها موجوده بكثره في البيئه المحيطه عشان تكون الاشاره ليها واضحه. بينما العادات اللي عايزين نتخلص منها فلازم نحاول ان احنا نتخلص من الاشاره بتاعتها او نخفيها. فلو شخص مدمن وعايز يتعالج من الادمان، فما ينفعش نسيبه في نفس البيئه والمكان اللي وصله لحاله الادمان دي وتقول له انت اقوى من المخدرات. لازم تتحلى بضبط النفس وفين الاراده والعزيمه والكلام ده كله، لان طول ما الاشاره موجوده قدامه واضحه هيرجع تاني يمارس العاده. وده السبب في ان مدمنين كتير بعد ما بيقعدوا لمده سنه او اكتر في مصحه يتعالجوا وخلاص اتعالجوا تماما من المخدرات، اول ما بيرجعوا لبيئتهم تاني بيرجع تاني لعاده الادمان، لانه راجع للبيئه اللي مليانه اشارات بتساعده وبتوجهه لممارسه الادمان. من وجودها بقى، من وجود صحاب في حياته بيمارسوا معاه نفس العاده السيئه ديت، لوجود ضغوط في الحياه بتدفعه ان هو يتجه ناحيه الادمان. كل دي مؤثرات في البيئه اللي حواليه لازم ان احنا نخفيها او ان احنا نغير البيئه اللي هو موجود فيها تماما، لان المخ للاسف مش بينسى الاشاره ولا بيتخلص منها. لكن طول ما هو مش شايف الاشاره بالتالي العاده مش هتبدا، لان زي ما قلنا ان الاشاره بتكون هي البدايه للسلوك او العاده. والخلاصه العاده اللي عايز تمارسها خلي الاشاره الخاصه بيها واضحه قدامك في كل مكان، والعاده اللي عايز تتخلص منها اخفي الاشاره بتاعتها ما تشوفهاش. لو لسه متابعنا لحد دلوقتي اعتبر دي اشاره لعاده جديده.
اول ما تخلص الحلقه، وان شاء الله تكون استفدت منها. على طول دوس لايك وشير لاصحابك واشترك في القناه لو كنت نسيت، عشان توصلك ان شاء الله الحلقات الجديده. ونشوفكم على خير الحلقه الجايه ان شاء الله، وازاي نخلي الدافع جذاب.